شفت جمهور الزمالك قال ايه بعد الماتش هو الكابتن رضا عبد العال؟ ما شفتش؟ تعالى اوريك. صباح الخير عليكم. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، اعاد الله عليكم باليمن والبركات. تاني حاجه، لو لسه ما تابعتنيش اعمل المتابعه. الفيديو ده انا جاي ارد على جمهور نادي الزمالك او بعض من جمهور نادي الزمالك كابتن رضا عبد العال. هناخد الاول جمهور نادي الزمالك اللي قال لك ما لعبش كسب المباراه. اولا مستر كولر مدرب نادي الزمالك، مدرب نادي الزمالك مدرب كويس، بمعنى بيعرف يضيق المساحات على الخصم، بيعرف ينقل الكوره من خط لخط، بيعرف يفضي مساحات، وده اللي بيتميز بيه مدرب نادي الزمالك. كولر اداك الحته دي، خلاك تلعب الكوره زي ما انت عايز، وجه في الدقيقه 74 عمل التغييرات بتاعته، بدا ينقل الكوره، بدا يفضي المساحه، بدا يلعب ظهر خطوط نادي الزمالك. الدقيقه تقريبا 74 او 73 عمل 3 تغييرات، نزل قفشه ومروان عطيه وعمر كمال عبد الواحد، بدا يخلق المساحات، بدا يلعب خط دفاعات نادي الزمالك. وبعديها تقريبا ب 10 دقائق جه الجون الاولاني، وبعد الجون الاولاني بعدها ب6 دقائق جه الجون الثاني. لأن الموضوع مش موضوع إن الزمالك كان بيلعب والأهلي ما كانش بيلعب، وكولر كان راسم خطة إن الزمالك يمتلك الكورة ويجي في وقت من الأوقات هيعمل التغييرات اللي يقلب بيها نتيجة المباراة، وده اللي بان في الماتش. قدر في 10 دقايق يجيب أول هدف، بعدها ب6 دقايق جاب تاني جول. ده بالنسبة لجمهور نادي الزمالك، وإن الزمالك هو اللي كان بيلعب كورة. تفضلوا أنتوا كل ماتش تقولوا الزمالك لعب والأهلي اللي كسب. نرد على الكابتن رضا عبد العال ونشوف هو إزاي عايز يثبت إن الكورة كانت تسلل بتاعة الهدف الأول، وجاي ماسك ورقة وبيقيس على الشاشة. تعالى شوف كده، لأن الصورة بتاعت الكاميرا بتبقى مختلفة عن الواقع. حتى بص الخطوط بتاعت الملعب بتبقى جاية بميل، طبعا في الملعب ما بتبقاش جاية بميل، بتبقى مستقيمة. طبعا اللي عمله كابتن رضا عبد العال دوت مفيش واحد يفهم كورة يعمل زي اللي هو عمله ده، بمعنى إن أنا ما ينفعش أجيب من صورة كاميرا وجايب مسطرة وأقعد أقيس، أو جايب ورقة وأقعد أقيس زي ما هو عمل كده. طبعا الكلام دوت ما ينفعش، هو عايز يثبت بأي شكل من الأشكال إن الكورة تسلل. وطبعا ده اللي إدى فرصة لبعض من الزملكاوية اللي هم شافوا بعد الماتش، وبعد كده لما رجعوا قعدوا يتفرجوا على الفيديوهات وشافوا الكابتن بتاعهم وهو بيعمل كده ويشاور على الساعات اللي ما حدش من جمهور نادي الاهلي لا تعرض له ولا شتمه زي ما هم بيقولوا، ده هو طلع كده لوحده. وانا متاكد مليون في الميه ان الموقف ده مش هيعدي على مجلس اداره نادي الزمالك بالساهل، وهيتخذوا اجراءات بسبب اللي عمله دوت، في ظل العلاقات الطيبه اللي بيعيشها النادي الاهلي والزمالك دلوقتي. لو شافوا الكابتن بتاعهم بيعمل كده او الاسطوره الخياليه بتاعتهم بتعمل كده، فبداوا ان هم يبرروا الموقف، خصوصا ان تركي الشيخ لما جت الاهداف معروف ميول تركي الشيخ ان هو راجل بيشجع النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، بغض النظر عن العلاقات اللي حصلت ما بين الاهلي وتركي الشيخ في الفتره اللي فاتت، لكن هو الراجل بيحب النادي الاهلي وبيشجع النادي الاهلي، فطبيعي ان عايز النادي الاهلي يكسب. الكلام ملوش اي علاقه لا بفلوس ولا برشاوي ولا باي حاجه من الحاجات اللي هم عايزين يقولوها. موضوع انك عايز تلاقي اي مبرر وتعمله شماعه لفشلك، ده موضوع مش جديد عليهم، ومفروض كنصيحة مني انسوا الموضوع ده. اجتهد، معاك مدرب كويس، مدرب فاهم، يلعب كرة حلوة، يلعب كرة كويسة، اجتهد وربنا هيكرمك. مالكش دعوة باللي بيجتهد وده ربنا بيكرمه، وتحاول تقلل من اجتهاده ومن انتصاره علشان تشبع رغبتك. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم الفيديو اللي جاي.